هو لاعب ترينيداد وتوباغو دوين كارل، ولكن هنا كرة، هنا محاولة، هنا مطالبة بركلة جزاء، والمصائب لا تأتي فرادى، وركلة جزاء الآن يحتسبها حكم المباراة لمصلحة نادي صحار، وبالتالي ركلة جزاء الآن يحتسبها حكم المباراة بعد اللقطة الماضية. لكننا ننتظر عدسة عمان الرياضية، هل الكرة كانت إلى ركلة جزاء أم لا؟ هنا هذه الكرة، هنا هذه اللعبة يا اليعقوبي، لاحظ نعم لمسة اليد واضحة 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 في اللقطة الماضية، وبالتالي القرار جاء من هيثم العامري، احتسب ركلة جزاء الآن لمصلحة نادي صحار، ويتقدم دوين كارول موكوت في تنفيذ هذه الكرة. نعم دوين كارول هو من سيسدد هذه الكرة، يبحث كذلك عن هدفه الرابع في بطولة الدوري، لكن محمد البريكي يستعد للدخول، وأيضا اللاعب رقم 13 أيضا يستعد للدخول من جانب نادي صحار وهو إدريس المقبالي. لكن هنا من سينفذ هذه الكرة؟ هو الأقرب، نعم سينفذ هذه الكرة الآن دوين كارول، هو من سيسدد. دوين هل يسجلها ويدون هذه الكرة في الشباك ويعلن عن هدف ثالث لمصلحة نادي صحار؟ هنا عمر العبري يعترض على القرار، لكن القرار قد احتسب، وهنا لدينا دوين كارل، دوين على التنفيذ، هل يتصدى لها عمر العبري ويتألق ويتعملق ويعيد الأيام الجميلة لعمر العبري، أم أن دوين يسجل؟ ولكن الكرة الله 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 الله، جول ثالث لمصلحة صحار عن طريق دوين كارل، يسجل الثالث ومعها نقاط 3 بالنسبة لنادي صحار. صحار ما أحلى، صحار ما أجمل، صحار ما أبهى. نعم ليلة جميلة لجماهير نادي صحار، والهدف الثالث يسجل الآن من علامة الجزاء، يسجله دوين كارل. تقدم وسجل وحاول عمر العبري، لكن الكرة في الشباك، و3 أهداف في مرمى نادي عبري وفي مرمى عمر العبري، ثلاثية لنادي صحار. صحار يسجل الآن 3